السلام عليكم. صح الشبيبة باينة بالبلاد الجبل والحجرة ماهيش الرملة وماهيش الهضاب في سطيف يتسمى واش كاين طلاعي ياسر. كما تعرفوا قاعد ماشي في الطريق هذا وين جهة شعبة العامر هنا في بومرداس حتى نشوف في دخنة شميتهم بعد شتها خارجة من الجهة هذه يعني من لادروات. قريت نحيت الكاش موتور اسمع الصوت لحد الساعة الصوت مليح ما شاء الله. ها بصح لو كان نحي هذه اسمعوا جيت نتأكد واش نلقى كما تشوفوا لي كالامين كاينين هنا كما لانجكتير هذا. الصوت هذا يصرى في حالتين ولا في ثلاث حالات. الحالتين اللي دائما يصراو كما لهنا هي اما تترخى البولونه ننفكس يا لانجكتير في الكلاس هذه كي تترخى هذيك تلقى لانجكتير كي تحط عليه صبعك تحسه بعد قاعد يطفطف. بصح اللقطه اللي راهي كما صاريه لهنا وش هي الرونديله هذيك اللي تجي من تحت كما نقولوا تحرقت. كي تتحرق وش يصرى فيها تولي تخرج شويه بيردي لا كومبريسيون يصرى الصوت هذا. لي كالامين هذيك الكاش كل بيتير كي يكون قديم شوي جيست ما يصرى البيرد هذا تاع لا كومبريسيون تخرج هذيك لي كالامين اللي راهي حاكمه. كي خرجت لي كالامين البلاستيك ما تديرش الدخنه. بصح كي قاست الكلاس من تحت معناتها على جنب طلقت شويه دخنه. واش كاين كيما هنا ما شكيتش لا راح نلقاو ميكانيسيان وعلى بالكم لازم يتنحى ويتنطوايا وتتبدل الرونديله هذيك يتسمى راح نمشي بشويه حاجه برك. الاكستانكتير هذه شريتها في الصيف كاش ما يقدر ربي. قلت نلقى اوتوموبيل ولا كاش ما نمنع بها واحد ولا يتسمى راهي معايا لهنا باسكو الدخنه هذيك تخوف. لو كان يزيد الزيت يخرج اكثر ويطيح على الكلاس قادر ينشب نار. يتسمى ربي بقي ستر راح نتمشى بها واحده واحده. والكابو شوفوا كيفاش راح نسكروا راح نحطوا حطان ها كما تشوف راح يبقى يتفتح شويه كما هكا انسجام يقدر ربي. حتى لو كان كاش ما يشعل ولا الكابل هذاك تاع الكابو قادر يذوب ولا واش يصرى يتسمى لو كان يتكسر ولا يتقطع ما يتفتحش الكابو وقادر يتسمى هكا الواحد ياخذ احتياطه يخلي الكابو نص برك راح نمشي بها بشوي مش راح ندير الفيتاز. هذا وراني خارج من سوق الحد كما تعرف خميس ما كانش لي ميكانيسيان اللي راهم قاعدين على ربي نخلوا الحكايه هذه هي. الحمد لله عندنا الاكستانكتير ونخلوا الكابو محلول نص ونتوكلوا على ربي نمشوا في الطريق حتى لسطيف. الحمد لله لحقنا للعلمة سلامات بعد قريب 3 سوايع الطريق. اول ما ندخلوا السياره للورشه نحطوا لها لو بروتكسيون من الداخل وحتى من برا على البارشوك باش تكون الخدمه تاعنا نظيفه. هذا هو المشكل اللي كان صاري معنا في الطريق كامل الفويت ولا الصوت هذا تاع التفيتفيته كل واحد كيفاش يسميه تاع الانجكتير اللي تسمعها على برا. الحاجه نبداو بها هي عمليه النيتواياج. علاه باش اي بافير ولا اي كلامين ولا اي وسخ بجنب الموتور ولا على الموتور كي نحو الانجكتير ما يطيحش على الانجكتير وما يطيحش في البلاصه تاع الانجكتير. يتسمى ندير شويه نيتواياج برك من بعدها نديسير البولون ديسات هذا واللي بيرو الانجكتير تاعنا نحو عليه الروتور ونحو عليه التيو اللي جاي من لاروم غير كيما شويه نيتواياج اخر باش نبعدوا عليه ثاني الفيشه تاعو. نحط شويه غراس على التات تاع الانجكتير باش ما يقيسوا والو من الفوق لانها تقدر تقولوا اكبر منطقه حساسه. من بعدها نجيبوا المفتاح ونحو البولون اللي راهو يفكس السيبور تاع الانجكتير مع الكيلاس نحوه غير بشويه. بعد ما ليبيرينا الانجكتير تجي عمليه نزع الانجكتير. باش نحو الانجكتير لازم نجيبوا لاراش. بعد ما جبنا لاراش نحيناه غير بشويه نعاودوا نحطه في بلاصه الانجكتير قطنه خفيفه باش نكملوا غير شويه نيتواياج ما يقيس والو بلاصه الانجكتير. كما تشوفوا هنا لي كالامين راهم بكثره على الكاش كيلبيتر. بعدها نحو الرونديل اللي تسببت لنا في المشكل اللي هو هروب الضغط ولا البيرد دي كومبريسيون من الشومبرا. ليكم اللي هنا الرونديلا تجي سبيسيال تاع الانجكتير ماهيش اي رونديلا قادره تصلح. وكل شركه كيفاش تكون الرونديلا تاعهم لو كان تشوفوا من الداخل ماهيش جايه مدوره. هذه هي اللي صرا فيها المشكل كما تشوفوا راهي محروقه على جنب. عمليه النيتواياج تاع البلاصه تاع الرونديلا عندها لوتي سبيسيال تاعها. هذا هو كما تشوفوا يجي مختلف في الديامتر لانه كل انجكتير وكل كيلاس كيفاش وكل شركه كيفاش قاعده تخدم غير كيما ما ندخلوا لوتي تاعنا في بلاصه الرونديلا باش نخلوها مسطحه قد باش كي تتحط من بعد وتتزير الديلاطي. بعد ما كملنا عمليه النتواياج البلاصه تاع الرونديلا نتوايو الانجكتير تاعنا كما تشوفوا راهم فيه لي كلامين بكثره. نحط شويه اغراس ونحط الرونديلا جديده على الانجكتير نعاودوا نهبطوه غير بشوي
من بعد النيطوايو ثاني كيف السيبور وحتى البولونه اللي تفيكسي السيبور مع الكيلاس. بعد ما رجعنا الانجكتور لبلاصتو حطينا عليه السيبور ونجيبوا البولون اللي فيكسينا الانجكتور مع الكيلاس نحطوه ثاني كيف في بلاصتو بالصح. في عمليه التزيار ما لازمش نحطوا له زياده لانه قادر يتكسر. هنا عندنا ثاني كيف التيو تاع الروتور نحطوا له شويه جراس يتسمى اي خدمه قادره تكون في المستقبل يكون سهل باش تنحيه. نعاود نرجعوا التيو تاعنا اللي جاي من لا رومب ونفيكسوا البولونات ديسات. وهنا تقدروا تقولوا كملت العمليه. بسم الله نوض الموتور مع بعضنا. الموتور راهو يدور ما شاء الله بالصح. باش نزيدوا نتاكدوا اكثر اننا صلحنا المشكل تاعنا نقدروا نجيبوا شويه ما برك ونحطوه على الكاش كولبيتر من الفوق، خاصة الانجكتور اللي كان فيه المشكل نشوفوا إلى راه ما كاش أي تفتيف يتسمى المشكل تاعنا تصلح والحمد لله. هذه هي الشبيبة، كانت خطوة خفيفة برك حبيت نشاركها معاكم ونستفادوا منها كامل. ممكن تصير مع أي واحد فينا ويقدر يشخص العطب وحده ويعرف واش كاين في حكاية الانجكتور ولا حكاية الموتور إلا ولا يتفتف بالطريقة هذه. نكملوا برك النيطوايو اللي كاش ونعاودوا نحطوهم في بلاصتهم. فهذا اللي كان معنا اليوم. دائما مع تحيات جروب ميكانيك العلمة. نختم كالعادة هذا المقطع بالصلاة والسلام على رسول الله. في أمان الله. السلام عليكم.